مكملين معكم مستمعينا عبر الموجة 103.5 وأكيد كل متابعينا عبر صفحتنا على الفيسبوك عبر البث المباشر بويار عربي بفقرات عطر الصباح. وصلنا لفقرة الحوارية. مؤخرا أنهت هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية والتي جرت في حزيران الجاري لأول مرة باللغة الكردية في المنطقة. كيف تمت العملية الامتحانية وكيف كان الإقبال والنتائج المرجوة من قبل الطلاب؟ ما هي الخطط المستقبلية للهيئة؟ كل هذا وأكثر سنطرحه على ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة سهير الحامد، نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة. يسعد صباحك. صباح النور، أهلا وسهلا. بداية، كيف تمت العملية الامتحانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية كحدث مهم ولأول مرة تتم عملية الامتحانات باللغة الكردية؟ طبعا بداية أتوجه بالشكر لإذاعة بوير على هذه الالتفاتة الكريمة لتسليط الضوء على عمل هيئة التربية والتعليم. شكرا. وأود أن أوضح بأن هذه الامتحانات ليست باللغة الكردية فقط وإنما باللغتين العربية والكردية. كانت تتويجا لإنجازات ثورة اللغة، حيث كل طالب يدرس بلغته الأم ويتابع تحصيله الجامعي أيضا باللغة الأم، وهذه سابقة وخطوة متقدمة على صعيد العمل التعليمي في الشرق. إذن تقييمكم للحدث المهم؟ تمت العملية بنجاح، وذلك تأسيسا على تحضيرات مسبقة قامت بها هيئة التربية والتعليم من تدريب المعلمين ومن تسجيل الدروس أونلاين أيضا، ومن فتح دورات خاصة لطلاب الثالث الثانوي لتعويض النقص عند الطلبة. ومن ثم تم تجهيز دائرة الامتحانات التي تكونت من 3 لجان، واحدة للمراكز الامتحانية والبطاقات، وأخرى للأتمتة والتوثيق، والثالثة بنك الأسئلة. بدأت الامتحانات لدينا في الهيئة في 6 حزيران، وانتهت في 27 منه. تقدم لهذه الامتحانات 7000 طالب وطالبة للشهادة الإعدادية، و4000 طالب وطالبة للشهادة الثانوية. توزعوا على المراكز الامتحانية التي كان عددها 67 مركز على 4 مناطق غطت المقاطعتين. طبعا أود أن أشير بالذكر بأنه شارك أيضا في هذه العملية 2000 معلم ومعلمة في عمليات المراقبة. الصعوبات التي واجهتكم باعتبارها أول تجربة؟ حقيقة يعني أي عمل تقومين به سوف يواجه مشاكل، ولا مناص من هذه المصاعب. في معظمها كانت تقنية، باعتبار أن هذه هي المرة الأولى التي نخوض بها العملية الامتحانية، بالإضافة إلى نقص في الإمكانات من حيث البنية التحتية في مدارسنا بسبب ظروف المنطقة والحصار وإغلاق المعابر كما تعلمين. صحيح. كما يوجد لدينا أيضا كان نقص في بعض معلمين ومدرسي الاختصاص. طبعا عملنا جاهدين لتلافي هذا النقص، وتغلبنا على هذه المصاعب إلى حد ما، ونعتقد أن العملية الامتحانية كانت ناجحة إن شاء الله. نظام الأسئلة وشكلها كيف كان؟ هل كانت هناك مواد كاملة مؤتمتة؟ سوف أعطيك إحاطة موجزة عن وضع الأسئلة. تم جمع الأسئلة من كافة المجمعات في المناطق التي عددها 21 منطقة. قام مدرسون الاختصاص باستخلاص نماذج للأسئلة، وتم تحويلها لاحقا إلى لجنة مختصة بجمع الأسئلة، حيث تقوم هذه اللجنة باعتماد النماذج. اعتمدت هذه اللجنة نموذج امتحاني ونموذج احتياطي أيضا. وهذه العملية اتسمت بقدر عالي من السرية والحيطة. اعتبرت الأسئلة من النوع أستطيع أن أقول أنها يعني ذات المستوى المتوسط، راعت وأخذت بعين الاعتبار جميع مستويات الطلبة. كان هناك أسئلة للطلاب الضعفاء،
وكان أيضا هناك أسئلة للطلاب المتميزين في النموذج الواحد. أما حول سؤالك حول أتمتة الأسئلة، نحن في هذا العام لم نعتمد أسلوب الأسئلة المؤتمت، وذلك بسبب صعوبات تقنية ولوجستية. كيف لاحظتم مستوى الطلبة خلال العملية الامتحانية؟ بشكل عام نعم. مستوى الطلبة كان جيدا وإلى الأعلى، ولكن عند الانتهاء من عمليات التصحيح وصدور النتائج سيكون لدينا معطيات أفضل للإجابة على هذا السؤال. تقييمكم لتعامل المراقبين في قاعات الامتحانات، هل هناك خروقات أو ملاحظات وصلتكم من قبل المراقبين؟ أعتقد أن الحماس كان يعني هو السمة الطاغية لدى الطلاب والمراقبين كونها التجربة الأولى. نعم. كان المراقبين على قدر عالي من المسؤولية والإخلاص والأمانة. تعاملوا بأبوية مع الطلبة واحترام. التزموا أيضا بالمواعيد والتواقيت، وأدوا واجبهم بصدق، وبالقدر الذي يسمح، كانوا متعاونين بالقدر الذي يسمح به القانون والنظام التعليمي. نعم. بعض الطلاب اشتكوا من تعامل المراقبين معهم ووصفوه بالشدة، ما هو ردكم؟ طبعا مفهوم الشدة متعلق بالمفهوم الذي يعنونه الطلبة. نعم. وأيضا المرونة التي يريدونها. نحن نود الإشارة إلى أننا نحن في عملية امتحانية، على المراقب أن يتقيد بالنظام والقانون. وأود أن أشير بأنه لم تسجل لدينا أي حالات شكوى أو غش أو تسريب للأسئلة، وهذا حالة فريدة من نوعها. طبعا. كما أنه لم تسجل لدينا أي واسطات أو تدخلات لمساعدة الطلبة أيا كان. هل لاحظتم أخطاء في الأسئلة؟ وأن وجدت، ما هي تلك الأخطاء؟ حقيقة لم ترد أي أخطاء في الأسئلة، وذلك بفضل الآلية التي تم اعتمادها لوضع ومراجعة الأسئلة والتدقيق الكبير الذي تم اعتماده قبل اعتماد النموذج النهائي. لدينا مدرسين وموجهين مختصين لجميع المواد، كما أسلفت وشرحت لك عملية عمل دائرة الامتحانات، وبالتالي كان سنتكلم عن هذا الموضوع أكثر. نعم، تفضلي. آلية درجات الامتحانات، شروط الرسوب، النجاح. نعم، الحد الأدنى للنجاح هو معدل 40% من علامة المادة. نعم. والمجموع العام أيضا. أما الرسوب في 3 مواد، يعني الرسوب في العام الدراسي. هذه هي المعايير التي نتبعها في الهيئة. لجان تصحيح أوراق الامتحانات، هل هي أكاديمية وموثوقة؟ نعم، لدينا الآن مركزان للتصحيح يعمل بهما 300 مدرس مختص، وهو مؤهل أكاديميا. نعم. وقد شارفت الآن عملية تصحيح الأوراق على الانتهاء، وبدأنا أيضا بتصحيح الأوراق الشهادة الإعدادية. نعم. تمر عملية التصحيح بمراحل 3. بعد الانتهاء من التصحيح لدينا المراجعة، ولدينا التدقيق، ونهاية جمع العلامات. تمام. سنتوقف قليلا بفاصل ونعود لنكمل الفقرة الحوارية. رجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا لنكمل الفقرة الحوارية. أستاذة سهير، تكلمت قبل الفاصل عن لجان تصحيح أوراق الامتحانات، عن لديكم لجان مختصة أكاديمية وموثوقة. أعلنتم عن دورة تكميلية للطلبة، ما هي شروط التقديم عليها؟ هل لك أن توضحي لنا أكثر في هذا الأمر؟ نعم، أعلنا البارحة عن دورة تكميلية ستبدأ في 27/8. نعم. يحق للراسب التقدم إلى الامتحان التكميلي ل3 مواد. أما الطلبة الناجحون فيحق لهم التقدم لامتحان مادتين لتحسين درجاتهم. نعم.
سيبدأ التسجيل للدورة التكميلية في اليوم التالي من صدور نتائج الدورة الأولى لامتحانات الشهادة الثانوية. بعد حصول هؤلاء الطلبة على الشهادة الثانوية سأتحدث خصوصا عن الفرع العلمي. الكثير يطمح بدراسة الطب كما تعلمين، هل هناك فرصة ليكملوها في جامعات الإدارة؟ وهل تعملون على فتح كليات خاصة لدراسة الطب؟ يوجد لدينا 8 كليات طبعا. كلية الطب موجودة منذ 3 سنوات للمكون الكردي. طبعا ال8 كليات هن الطب والعمارة وبترول وزراعة وحقوق، أيضا علوم تربوية وآداب وعلوم اجتماعية وعلوم دينية. هذه هي 8 كليات. طبعا بعض الكليات لها أقسام أيضا متعددة حسب الحاجة. خلال العام الدراسي القادم سيتم افتتاح أيضا جامعة الشرق في الرقة لتوفير التعليم الجامعي للمناطق المحررة حديثا من داعش، إضافة إلى عدة معاهد أخرى ستتوزع على في جغرافية شمال وشرق سوريا بحسب الحاجة وعدد الطلبة. تكلمتي عن فروع الجامعية للفرع العلمي، تقريبا الهندسة، الطب، البتروكيمياء، الفرع الأدبي. طبعا أنا كمان تكلمت عن الآداب أيضا. تماما. كلية الآداب توجد كما أسلفت بعض الكليات لها أقسام. نعم. يوجد لدينا مثلا المعلم الصف أدب نعم. كردي، أدب عربي. بكلية العلوم التربوية يوجد لدينا رياضيات، فيزياء، كيمياء، عدة اختصاصات، أدب إنجليزي في جامعة الشرق حديثا. نعم. وبالتالي نحن نقوم بدراسة ميدانية نعم. لاحتياجات سوق العمل، وبالتالي يتم فتح هذه الكليات والمعاهد تباعا لتغطية احتياجاتنا. سنتابع عملية افتتاح الكليات والمعاهد خلال الأعوام القادمة بحسب أعداد الطلبة وبحسب حاجة سوق العمل في شمال وشرق سوريا. لننتقل إلى محور آخر، ما هي شروطكم كهيئة لتثبيت المعلمين في مدارس الإدارة الذاتية؟ أن يكون مؤهلا أكاديميا وبالاختصاص المطلوب، هذه أولا، وأن ينجح أيضا في المسابقة المقررة بهذا الخصوص. نعم. ومن ثم بالنسبة للمكون الكردي يجب أن يتبع دورات في أكاديميات اللغة الكردية من أجل أن يكون جاهز لتعليم أبنائنا من المكون الكردي بلغتهم الأم. نعم. أبناء المكون العربي الأكاديميين بعد خضوعهم للمسابقة يستطيعون أن يلتحقون بمدارسنا، فقط يخضعون إلى أكاديميات الاختصاص والمعاهد الصيفية لترميم أي نقص ولاستمرار في عملية التدريب المستمر التي ننهجها. هل الأولوية لحاملي الشهادات الحكومة السورية أم لخريجي جامعات روجافا؟ الآن أنا عددت لك كم تملك نملك من الكليات والأقسام، وبالتالي الأولوية طبعا لخريجين جامعة روجافا ولخريجين معاهدنا، وحسب طبعا وذلك يتوقف على حاجة الهيئة لاختصاصات. إن لم توفر هذه الاختصاصات نستطيع أن نستقبل أيضا إخوتنا وأبنائنا من خريجين جامعات الحكومة السورية. نعم. الكثير يتحدث عن قلة خبرة المعلمين وأنهم لا يملكون الكفاءة لتعليم الطلبة، ما هو ردكم؟ المعلمون كما أسلفت هم عموما من أكاديميين. نعم. وحملة شهادات ومختصين أيضا، ومن ثم فإنهم يخضعون أثناء عملهم للعديد من الدورات التدريبية ودورات تطوير استراتيجيات التربية والتعليم والدورات الصيفية أيضا، مما يعزز قدرتهم ويزيد مهاراتهم. وبالتالي كيف ستضع هيئة التربية والتعليم شروط لاستقبال المعلمين أن يكونون أكاديميين وكيف سيكونون ضعفاء، ونحن نعمل بشكل مستمر على رفع الوتيرة والسوية العلمية. نعم. يعني لديكم معاهد خاصة بأعداد المعلمين؟
في بداية تأسيس العملية التعليمية عام 2015 كان لدينا معهد لإعداد المعلمين باللغات الثلاثة. عندما تم الاكتفاء وتغطية مدارسنا، نعم. الآن انتقلنا إلى مرحلة أخرى، وهي فتح الكليات التي سترفض المدارس بالمختصين، بالإضافة إلى ذلك المعاهد الصيفية وأكاديميات الاختصاص التي تدرب وتدرس المواد الاختصاصية باللغتين. تكلمنا عن العملية الامتحانية وعن المعلمين، نتكلم قليلا عن المنهاج. هل ستتم مراجعة الأخطاء التي وردت في منهاج هذا العام؟ حقيقة وبشكل دائم تقوم اللجان المختصة بمتابعة المناهج، نعم. وإعداد الملاحظات والمقترحات من أجل تطوير وتصحيح الأخطاء إذا لزم الأمر. نعم. المناهج جيدة وتخضع لتطوير مستمر، لأن المنهج الذي لا يطور هو منهج ميت عمليا، بما يتناسب طبعا مع عمليات التطور العلمي. حاليا تتم مراجعة المناهج كما أسلفت. هذا سلوك لدينا، يعني نحن نراجع مناهجنا باستمرار، نقف على الأخطاء التي نجمعها من الموجهين المختصين الموزعين في المناطق. نعم. وبالتالي هذه العملية هي جزء أساسي من عملنا، وعملية إضافة معلومات، إزالة معلومات، تصحيح أخطاء وردت في بعض الصفحات، هذا جزء أساسي من عملنا. ما هي احتياجاتكم لشأن تطوير العملية التربوية في المنطقة؟ هذا سؤال يعني يحرك شجوننا إذا صح التعبير. نحن نحتاج إلى أولا إلى دعم مستمر من كل المؤمنين بحق الشعوب بالتعلم بلغتهم الأم، هذا أولا. كما نحتاج إلى دعم البنى التحتية من مدارس وأبنية، ورفد العملية التعليمية بالوسائل التعليمية اللازمة، بالإضافة إلى دعم الهيئة بالكوادر والخبرات العلمية المتميزة بشكل دائم، وأن نتساعد جميعا، وأن تصبح الحوامل المجتمعية جزء أساسي من العملية التعليمية، بحيث يكون الناتج التعليمي متميز في خدمة المجتمع، ونبتعد فقط عن عملية النقد والتذمر. تحدثنا عن احتياجاتكم، لنتحدث أخيرا عن خططكم المستقبلية، ما هي؟ في عام 2021 نعم. سيتم افتتاح مدارس التعليم المهني، نعم. بفروعها المتعددة: زراعة، تجارة، صناعة، تمريض، وذلك تلبية لاحتياجات سوق العمل، نعم. وتزويد الطلبة بمهن تساعدهم على شق طريقهم مستقبلا. طبعا المرحلة اللاحقة بعد افتتاح هذه المدارس الثانوية سيتم افتتاح معاهد أيضا. نعم. من أجل هذه الطلبة أن يستكملوا دراستهم في معاهد متخصصة حسب الفرع الذي درسونه. مثلا في الصناعة يوجد مهن، ويوجد في التجارة يوجد اختصاصات حاسوب وما شابه، كل حسب فرعه. سنعمل باستمرار على تطوير عملنا وترسيخ تجربتنا وترسيخ نموذج التعليم باللغة الأم في شمال وشرق سوريا، ودعم هذا المشروع، ونسعى أن يصبح مشروع عام في الشرق الأوسط. الأستاذة سهير الحامد، نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، شكرا جدا، شكرا جزيلا على حضورك في الاستوديو عبر إذاعة بوير FM. وأنا أتقدم لكم بالشكر الكبير، وأثمن عاليا جهودكم في تسليط الضوء على عمل هيئة التربية والتعليم. شكرا جزيلا. شكرا. راجعين مستمعينا ومتابعينا، ولكن بعد الفاصل.